بدينا باول عمل انا اشتغلته وضلينا مع بعض. ديما أرشو من الأصوات الاستثنائية قولا واحدا. ولكن كمان برجع بقول لك للأسف هي برات سوريا، لأنه هي عم هاجرت وتركتنا. صفوان العابد. صفوان طبعا العابد، صقر قريش وذكريات الزمن القادم. صفوان العابد الصوت الطربي الأصيل اللي نحن مهاجرين وتاركينه، لأنه هو بحاجة فعلا لمين يقول له تعا خلي يسمعوه كل العالم. نور الرحال، أهل الغرام. نور رحال بصوتها الدافئ، انا برايي انه قدرنا نعمل خصوصيه، وهي كمان صديقه، وانا كل اللي تعاملت معهم هن اصدقائي، لاني بقدر احس انه قديش مناسب هذا الصوت في كيمستري يعني تماما. وبالتالي انا بقول انه في كان غربه مع الكلام، كان في انه الا حبذا حبذا صديق حبيب تحملت منه الاذى. الكلام صعب انه يتغنى ويطلع بعمل مودرن، فبعدين لا انتبهوا انه والله معقول الفكره، بعدين انتبهوا انه لا حلوه الفكره. علي الديك، ضيعه ضيعه. علي الديك وضيعه ضيعه، صوت يحمل الخصوصيه الكامله اللي حسيتها تماما مثل ما بيقولوا الحجر بمكانه قنطار. عامر خياط، التغريبه الفلسطينيه وسحابه صيف. هاي من الاعمال اللي تقاتلنا عليها مع الاستاذ حاتم، انه التغريبه الفلسطينيه انا برايي عامر خياط ابدع فيها. سحابه صيف اكيد مشكور عليها، بس انه للاسف برجع طول الوقت عم اقول للاسف، وهلا بدي اعتذر منكم كلكم انه طول الوقت عم اقول للاسف وعم بعتذر. ما بعرف امتى رح اقدر اغير هالفريزات هدول. انه بنشيلهم بالمونتاج. انه صوت نادر وشيء يعني مو طبيعي، بس ما حدا بيعرفه. حمام خيري نفس الشيء، استاذ كبير، وهو بقعة ضوء. ان شاء الله ان شاء الله كمان يعني يقول انه ما يصير فيه مثل ما صار بالكبير العملاق محمد خيري، اللي ما بعرف اذا سامعين فيه، وبظن ما نكون سامعين فيه، اللي هو من اهميه صباح فخري خليني اقول، ومن اهميه العظماء اللي غنوا بحلب، ولكن ما حدا بيعرفهم حتى بحلب. تعاملت مع نصوص كثيره، يعني مثل ما ذكرنا من محمود درويش، من مع حفظ الألقاب للجميع، مع ريم حنة في ذكريات الزمن القادم، مع شاعرة هالة محمد، مع يعني أسماء كثيرة. كيف تتعامل مع النصوص؟ يعني لما بيجيك نص مثلا تكون قصيدة كلاسيكية وقصيدة تفعيلة وقصيدة نثر وقصيدة بالعامية أو تكون بالشعر المحكي لنقل، أيهما أقرب أو كيف تتعامل؟ هلا يعني بظن بالمجمل انه انا بجيب النص اكثر ما انه يجيني نص وينفرض علي، لانه يعني انا بحس انه هي قصه عندي اياها مشكله الحقيقه، انا ما كثير في عندي كلمه متوفره بين يدي للشعرات. اخر ما حرر انه انا كان في شاب صديق زميل لنا ممثل اللي هو الاستاذ ادهم مرشد، حسينا انا وياه التناغم، فصار يعطيني هالكلمه البسيطه اللي انا قدرت احسها، وكان التعاون بيناتنا في زهره النرجس وبطريق النحل عن الخوف والعزله. نعم. فانا قدرت احس كلمته بشكل كثير كبير. اما الفصحى ومسؤوليه الفصحى والقصيده، فهذا كمان انا بحسه كثير اسهل موسيقيا، لانه بتجي الكلمه اسهل موسيقيا، لانه الكلمه فيها موسيقى اصلا قد ما كانت صعبه يعني. نعم. وحميده حمادي اسم مستعار يعني. حميده حمادي قصه هذه طويله، قصه طويله بنحكي فيها بعد الفاصل اذا طاهر مملي هو اللي يكتب وتكتب ما باسم مستعار، اسم والدتك صح؟ لحظه، هو اسم والدتي، الله يطول عمرها طول عمرها ان شاء الله، ويعطيها الصبر علي ويعطيني الصبر عليها كمان. بس لانه انا الحقيقه ما بخجل اني اقول انا كاتب، يعني لانه حقيقه ماني كاتب، بس اوقات بيطلع معي خواطر، مثل اذا انت هلا بالبريك كنت عم تدندني وعملت وبعدين بقول لك شو بتغني، ما فيك تقولي لي انا مغنيه يعني. هلا فيكي طبعا مع التكنولوجيا اللي صارت سهله ها، اما الشعر صعب لسه، ما اخترعوا برامج كمبيوتر انك تطلعي شعر. نخبر الوالده انك تحط اسمها هلا على مضض، هي منتبهه للموضوع على مضض. قديش يعني يكون الموضوع صعب؟ احنا قبل قليل ذكرنا انه ممكن بموسم رمضاني واحد ممكن تقدم 8 أعمال دون ان تقع في التكرار، دون ان تعيد نفسك. كيف تحمي نفسك يعني؟ خصوصا ان احيانا بيقولوا ان طاهر مملي مكرر نفسه. خلينا نشوف هذا الموضوع بعد هذا البريك، نلتقي مع الموسيقي طاهر مملي.
عنده مهمة درامية، مو بس زخرفة، مو بس جمالي يعني. حتى لو فصلته عن المسلسل بضل قيمته موجودة فيه. يعني قدر العمل يكون له حضوره الخاص بصرف النظر عن الخلفية اللي تركت عندي كمشاهد. هلا هو طاهر بيساوي شيء يعني أنا بعتقده إنه خاص فيه وصار له موديل، يعني إنه فورا بتسمع مقطوعة بتصير بتقول إنه هذا يعني روح طاهر موجودة، آلته غربية ودرس غربي، بس في عنده مخزون شرقي قوي كتير. مثل ما قال الفنان الاستثنائي بسام كوسة، روح طاهر ماملة. يعني هل صحيح أن أذن مشاهد الدراما السورية اعتادت على الموسيقى التي يصنعها طاهر ماملي؟ في بصمة يعني خاصة هذا اذا بدك فينا نسميه الاسلوبيه اللي المفروض انا واحد من الناس اللي عم قاتل انه يكون في لكل فنان من بيناتنا في عنده اسلوبه، في خلطة مثل سرية هو بيعملها، بيعمل بصمته هي الشخصية. روحه اللي صح، هي مثل روحه. ما انت بتسمعي باخ. كل اعماله اللي بدها سنين لتندرس وتنفهم. اي عمل بيشبه الثاني اذا بدك تقولي انه عم يكرر نفسه. نعم. اما ما فيك تقولي انه هو عم يكرر نفسه، هذا اسلوبه لباخ، مثل ما عنده اسلوب فريد الاطرش، مثل ما موتزارت، مثل هلا مو مثل ما هدول اسماء كبيره وعمالقه. انا عم بقول انه عم جرب اني اعمل خصوصيه. بيجي تنوع العمل الدرامي، وهون من الصعوبه اللي كنا عم نحكي فيها، انه هذا بيعطيني بقى مجال انه نحن عم نحكي عمل تاريخي ولا كوميدي ولا مودرن ولا اجتماعي. هذا من خلال التوزيع اللي هو موضوع ثاني. وخصوصا هلا صارت قضيه التوزيع انه صار في اشياء ثانيه عم تتدخل بالتوزيع الموسيقي غير الفنيه اللي هي التقنيات الحديثه. وبالتالي صار في الميلودي هو الخصوصيه، يعني لانه نحن بالاخير مجتمعات ميلودي مثل ما قلت لك. نعم. طاهر ماملي أحدث انقلابا في النوتة الموسيقية المعهودة للأعمال الدرامية وغيرها. هذا الكلام أنا قرأته كثير بالإنترنت، هل هو كلام دقيق؟ لا طبعا غير دقيق. شو يعني انقلاب؟ اولا انا ماني موجود لحالي، يمكن كل الموجودين معي هن اهم مني، او انا واحد من الناس اللي عم تشتغل. خليني أقول. مين بتخليه معك بصفك؟ مين معك لا من الأسماء؟ بحط بالصف الاول، واقف انا اخر واحد، مو تواضعا بس لانه فعلا كل واحد عنده خصوصيه وتجربه. مثل الاستاذ سعد حسيني مثلا اللي له عمل بصمه كبيره كثير بالاجواء البيئيه، مثل مسلسل باب الحاره. الخصوصيه اللي كانت بالموسيقى انا برايي خصوصيه عاليه جدا. وبالاعمال التاريخيه اللي عملها سابقا الاستاذ سمير كويفاتي، الاستاذ رعد خلف، الاستاذ رضوان نصري طبعا. في اساتذه كبيره عم يشتغلوا يعني، بس انه ان شاء الله ما اكون نسيت، بس انه يعني هذا بسوريا، بالخليج، هلا بالأردن، بمصر. بالخليج ايش رايك؟ في عندنا موسيقى تصويريه لافتة بصراحه. يعني انا برايي بالوطن العربي ككل، كل اللي عم يشتغلوا بالموسيقى التصويريه عم يشتغلوا على موسيقى مهمه وجاده. نعم. وحتى بالاردن في الاستاذ وليد الهشيم وفي الاستاذ طارق الناصر الصديق. نعم. وعم يشتغلوا على، حتى بمصر اذا بتشوفي الشارات كلها. انا بشكل عام عم بحس انه دائما نحن كنا نقول عمر خيرت، عمار الشريعي عامل الشارع، اسماء كبيره. يعني هرم بالموسيقى عم يشتغل الشارع، فهو شيء كثير كبير. وحتى الاساتذه الجدد اللي عم يشتغلوا الان
بالاعمال الدراميه والموسيقى التصويريه بمصر، اللي هي كمان عم تصدر اوقات اغنيه هابطه وتجاريه بس نعم. على ايدي ناس بس آخرين. لك رأي خاص بالموسيقى التصويرية بالمسلسلات المصرية، يعني بتقول والله. فجائعية الموسيقى التصويرية السورية لا تذكر أمام ميلودرامية الدراما المصرية التي تنوح طوال الوقت بسبب ومن غير سبب. والله هل لك أنا أن تشرح ما قصدت؟ يبدو كنت عم بحكي عن حكمك هلا قضيه ما في تانية. للأسف. هو ما في للأسف. ما في لا. خزف. هذا حكي، هذا الحكي. بس انا عم بحكي على انه دور الموسيقى التصويريه، ما عم بحكي عن الشاره التترات اللي انتم بتسموها تترات، عم بحكي عن الموسيقى التصويريه طريقه استخدامها اثناء المشهد. أثناء المشهد فهن وهلا مش انا الجنريك مثل لا. ما يقولون يعني. تماما، او إيه، بسموها تترات. تترات، نحن نعم بنسميها تترات. الشاره. نعم. هلا عم بحكي استخدام الموسيقى التصويريه، وهذا له هذا شأن يخص الاعداد الموسيقي يعني. فاحيانا بيكون مشهد حزين فالموسيقى عم تبكي. هذا اللي كنت عم بقصده نعم. بالقصه. ما قلت لنا رايك بالموسيقى التصويريه وبالشارات عندنا بالخليج؟ يعني بتتابع هالامور بالمسلسلات طبعا بتابع الخليجيه؟ الكل. هلا انا شو رايك بها بصراحه يعني؟ بصراحه اولا الدراما الخليجيه الان يعني بدي